نيطره وشدي ولدك عليه، شدي يا خاله. الحاصل عاد هاجر ايش قالت؟ قالت ابو شاهين ترى ذولا ما تقدر لهم. قلت لها ليش؟ قالت ذولا دائما يسوون مشاكل بالمدرسه وانت جاي جديد. الحاصل قالت عوف المشاكل وهاي الامور. قلت لها انا بالنسبه لي ما اريد اسوي مشاكل، انا جاي على مود الرحله صارت العركه مالتنا، لان هنا بالمدرسه ايش يردون؟ عود انت بس تميل اليه تتعارك وياه يكسر باطك قدام البنات، او اقول لك اتباهر قدام البنات. زين ابن الناصريه خا ما يقبلها على نفسه يا شباب، ما يقبلها على نفسه. خلص صبر. جتني البنيه قلت لك هاي البيضه، قالت يابا ترى امي عندها مطعم يردون واحد يغسل الماعين. قلت لها انا جاهز. رحت جاي اغسل بالماعين. اثار هذا ايته وربعه يراقبوني من اطلع من المدرسه، ما يردون يقبوها عركه وياي بالمدرسه، يردون يقبوها عركه وياي وين؟ خارج المدرسه، على مود ما تجيهم عقوبه ويبطلوهم من المدرسه، لان هنا لا بطلوك من المدرسه الدوله بعد ما تساعدك بالفلوس الاعانه اللي يعطوك اياها الشهريه. اما انت مثلا من البدايه تصير مثل الدجاجه. كان ويانا ولد اسمه فريد، ولد سوري من القامشلي، تحياتنا لاهل سوريا الهاشمي حبيب قلبي. اجاني فريد قال ابو شاهين ترى ذولا هالمشاكل انت ما تقدر عليهم. قلت له والمطلوب؟ قال يقول لك قوم من الكرسي قوم، هي سنه وثلاث اشهر اخلصها وافضها. انا بيني وبين نفسي قلت اني اذا انكسر باطي راح يوصل. سالم حبيب قلبي تاج راسي رحم الله والديك يا سالم، احلى سالم. الكل يتابع ميس شنو هالاسامي هاي يا شباب يا طيبين؟ الكل يتابع الداعمين يا ابطال رحم الله والديكم. الحاصل شباب قاعد انا رحت ويا البنيه جاي اغسل بالماعينه وفد وحده عجيز شعرها ابيض. انا جاي اغسل بالماعين اكو 3 احواض تغسل الماعون الضربه ليفه تذبه بحوض شويه وخر التايت. ميس حبيبي ساره نورتي. النوب تجيب تذبه بهذا المي النظيف تحط الماعون 1 2 3 هيك العمليه. افرك مي افرك مي شويه مي قوي ذب الماعون، افرك مي وانضافت عليه بعدين ثاني يوم جابوا له وصله. افرك مي وصله صفط. حبيب الهاشمي هاي كانت شغلته بالمطعم. سرمت شباب تابعوه، وساره تابعوه، وتابعوا كل الموجودين على راسي الداعمين ومكبسين وشيء. نعم شباب. ظلت ببالي انا مني جيت للمطعم كان عندي بايسكل، طلعت من المدرسه بالبايسكل رحت للمطعم وانتبهت بالمرايات، عندي حاط بي مرايات 2 خضر. اباوع الشارع فسفورات هنا اجراءات السلامه يسموها الايرس هيلفه. حبيب قلب المشاهير المشاهر شكرا شباب رحم الله والديكم. الحاصل شباب جيب الليف ود الليف. شفت انا هذا ايتو اجا وراي ببكته ساره نورت رحم الله والديك، اجا وراي بسياره رانج روفر سوداء. في السياره السرمد الحلاق بس سوداء لون، صاعدين ببكته الاسود لابس برنيطه ولابس هذا. قلت لك هم طلاب بالمدرسه بس يشتغلون برا على البارد. الوحيد اللي عصى عليهم ابن الناصريه اللي ما نزل راسه لهم بوقته. ظليت انا اغسل بالماعين وافكر قلت ذولا يمكن منتظريني. سبحان الله رادت تصير اغسل ماعون رقم 36 اجلف ذب المي بالمي وصله حطيته دزلق الماعون طب كان انكسر. وي كسرة الماعون كانت طب البنيه اللي وياي بالمدرسه ام المطعم امها الكبيره جيس شعر ابيض لافته قراصه باوعت عليه هيجي. قالت عندنا الماعون اللي ينكسر $1 والكوب مال القهوه اللي ينكسر ب50 سنت، اذا انت تتحمل $1 زائدا تلم القزاز وتحذف بالزباله هسه، لان الزباله صار بيها قزاز. من يجي واحد ثاني عامل يريد يذب بيها غير شيء راح تنجرح ايده بسببك. انا بوقتها قلت له اوكي ماكو مشكله اقطع مرات $1. شباب لميت الزباله وخليت هنا بايدي وذره من الماعون لان انا شفتهم من جا وراي منتظرين يم الحاويه مال الزباله مكرم السامع ايته وربعه. حطيت لي شقفه هنا رحت على الزباله شال العلاقه هيك مال الزباله كلها، طبعا الزباله مال يوم كامل زائدا الماعون اللي انكسر. شلتها اول ما حطيتها بالحاويه كان واحد من عندهم لزمنا من راس. تعرف انت عبد قوي، العبد الافريقي ضربته قويه خاصه ساره، تعرف ميسي ساره. احمد وهبه حبيب قلبه عم احمد تاج راسي
وصلتك القصه مال الاهرامات. وكل قصه جديده هم بعد لازم ناكدها. الجسر البسكندريه انا هم مسوي الرباطات مالات شلون انبنن هذن بالتصنيع العسكري، وانت تعرف الجاي اسولف. شلت الزباله شباب، اول ما ذبيتها ما احس لك الا ربده قويه، بوكس اجانا على راسي هنا ويا عكس قوي دنق راسي بالزباله، كان تنطبق علي الحاويه مال الزباله. وين رفعت الحاويه كان دب، كان اهبدب كله. الافريق هنا ضربته كله، لو ضارب الحائط احسن لي. اجى علي واحد ثاني منك، قلت لك هم 4، اجى علي واحد ثاني منك من ذيك الجهه ضرب على الحاويه، انا مو نزيت رفعت راسي كان يهبدني، انا راسي اندنقت، كان اطلع الشكفه مال الماء، كان اشد خوي شكخته هنا كان يلزم ايده ويشرد. رحت على الرانج روفر السوداء مالتهم، كان قاعد 4 تايرات بالقاع. مالكم علي يمين وكفيلكم هاي التانك اشتلى بقى قدامي بس ايته، قلت له لك رجال برجال ذب التوثيه، قلت له انا ما اضربك وبيدك سلاح، ذب التوثيه ذب الشكفه مال ماعون ورجال برجال. قال ابو شاهين ادري بيك انت اخو خيتك وابن الناصريه وبطل. قال المشكله كلها ترى انا مخيل على هاي البنيه البيضة وذن السمر اللي كانن ويانا بالمدرسه كلهن، ومن ضمنهن هاجر اللي من المغرب من قنيطره، ترى انا مو ببالي لان الاسمر يحب البيضه، البيضه تحب الاسمر، هاي معروفه وخاصه ساره تعرف بهاي القصه. قال نفتح ساحه انا وياك رجال برجال، يا هو بوقتها يكسر باط الثاني الى البيضه. شباب دق بوكسات طاب طيب طاب طيب طاب طيب، دق بوكسات كان اباوع لك على ام المطعم، امها العجوز شغلت الدي جيات مال المطعم وكان تسوي والسمر يا حسين وش تبغى بهم، رغم الحلا رب عليهم جمعه، وزينة اعرف اصيلها من تقبلي، واعرف كل منايا مربعه، والسمر واضح زينهم لا تسالي. الاغنيه اللي انكتبت وطشت على اسمي، تقول لي بنت ام المطعم وتقول لي انا راغبه انت تاخذ بنتي لا تخلي كسرك وتاخذ السمر، وشغلت بوقتها والسمر يا حسين وش تبغى بهم. شباب انا سمعت اغنيه السمر يا حسين قلت ضمنت ام المطعم راح اسجل المطعم باسمي. محمد يا علي جيب الليف ود الليف، كان اشيل لك ايته الاسود واذبه بالزباله، قبقت عليه الحاويه كان اقفل. ظليت اجر بيه بالحاويه، افتر بيه بالساحه مال المطعم، افتر بيه طلعته من الحاويه، وقف شلون السكران داخ وقع، كان مكرم السمع، كان احط البسطال الجوزي على راسه. قلت له ولك شاربك ازينه لا تندق بابن الناصريه، افتهمت له لا؟ وصورت فيديو وباكر بالمدرسه اول ما اجي القاك تمسح لي الرحله وتجيب لي القهوه باكيت الجقاير، يلا بشوي منه بوقتها. كان يخلي ويشرد. طبينا اول ما طبينا للمدرسه كان اسمع لك هاي الاغنيه، وكان تجينا ام المطعم وجايبه بديها كيكه 12 طابو، حكت المعلم اليكس قالت له نريدك بس تقنع لنا ابو شاهين يوافق على الزواج من بنتي. هاي الاغنيه من اشتغلت بوقتها انا لزمت العب شبعت كتل. هاي لا اسمعها كل الزين انت، هاي الاغنيه ما عرفتها المن الي هاي. هاي كملات الزين نسيت البنات، رياجهن يا قلب سكر مع نبات، ماخذين الحق بالشهود وثبات، لو تشوف البيض الحنة تدوس، وبتفتح للهوا تمشي وتدوس، بس نظرة وزاحيات باللبوس، وبالبراقح جنهن طين الصلاة. اسمع بتسمع مو؟ قدام حسين اسطرن انسطرن البيض مثل الاغصان ثمرن. يا امير حسين اسمع ما اقول،
جاي سمعك. قوم بانصاف لا تصير مهبول، خل حكمك بالعدل. احلى ابو حسين العلم. ما تقول ابنا وحنا شباب الكل يتابع الداعمين. والسفر احسن من احلى ساره العلم. لنظرت البيض تلقى لك جبين، خدود تعطيك شموس بطالعه. السمر يا حسين وش انا بس سمعت السمر يا حسين وش تبغى بهم راسا شلته من هناك كان احطه بالهواء وطبقها عليه. اشهد ان البيض عاد بوقتها شباب جيت للمدرسة كانت هاجر غايبة 3 أيام 4. قلت لهم اكو بنية هنا سمرة مغربية ليش ما جاي تداوم؟ قالوا تعرف ليش؟ وصل لها خبر انت على اغنية والسمر يا حسين وش تبغى بهم. ام المطعم قشمرتك على مود تاخذ بتها كانت جدا جميلة بنت ام المطعم. طبت علي قلت لك بكيك 12 طابق ومالك على يمين وحق هاي التانك اشتلى علي وعلى عافيتي. ايتو شرد الغير مدينة بعد ما اجى يمكن وقالوا قدم عودة رجع القانة. بوقتها رجع القانة سوى عودة اخذ $1700 ورجع. وصار ملك المدرسة انذاك ابن الناصرية ابو شاهين اخوكم. بنت ام المطعم اجت جابوا وياها العقد مال المطعم قالت احنا نشتغل عمال عندك ويوميا اكسر ماعون ولم الزبالة بس وافقت لها حجية تتذكريني بيوم اللي هنتيني؟ قلتي لي لم الزبالة وروح ذبها لين انكسر الماعون وتدفع عليه $1. قالت اي. قلت لها عندك استعداد تغسلين المطعم يوميا 10 مرات وتقعدين يم الزبالة واذلك؟ قالت اي اسويها. قلت لها بس انا ما اقبل لان انا ابن الناصرية ما طلع قولتي على مرة. يلا اخذي بنتك ولا منا. انا طالب بالمدرسة اريد اخذ اللغة الالمانية واتعب على نفسي واسوي نفسي ما اريد بفلوسك. يلا امشي ولا منا. وانا على ابوك لابا حتى بنتك من انت وساومين بفلوسك ولك. بكت بوقتها اجت هاجر. وصل خبر الهاجر اجت هاجر للمدرسة داومت بوقتها جايبه وياها خوصة هيجي خرز من قنيطرة. قلت لها شنو ذا الخرز؟ قالت هاي خرز تحميك من العين. وانكتب اسم ابو شاهين على حياطين المدرسة واذا تريد روح اسأل عليه. من هو اللي كسر باطيته ومن هو اللي طرد ام المطعم وبنت ام المطعم رغم هي اعطتني مطعم سعره $500,000 وبتها وقالت عد استعداد حتى اثث لك البيت. قلت لها لا انت ولا ابوك يقدر يشتري ابن الناصرية بفلوسه ولك. يلا امشي ولا منه. ومالكم علي يمين يا شباب. جاي علي هسه تقول رباط السالفة اغنية والسمر يا حسين وش تبغى بهم ترى انكتبت علي من كتبت على اي شخص ثاني اسمه حسين. انكتبت علي فقط. حبايب قلبي رحم الله عليك. كفو حبيبي سليم.